السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى بكر مشاهد الحياة، وانا طالع اتكلم معاكم النهارده عن اهم واخطر الاصابات الحشرية اللي ممكن تصيب مزرعة النخيل بتاعتك وتقضي عليها وانت ما تعرفهاش او ما تاخدش بالك منها. فاتكلم معاكم عن ثلاث افات يعتبر دول هم اهم ثلاث افات ممكن تصيب النخلة بتاعتك وتموتها وانت ما تاخدش بالك منها. اول افة معانا اللي هو حفار عصب النخيل، وتاني افة اللي هو حفار ساق النخيل، وتالت افة اللي هي سوس النخيل. هنتكلم عن اول حاجه اللي هو حفار عصب النخيل. حفار عصب النخيل ده بشكل عام هو بيصيب منطقه جذور النخله، يعني بيبقى موجود في قلب النخلة. طب انا لو عايز اعرف ان كان عندي اصابه ولا لا اعمل ايه؟ انا بروح اعمل جنب جدر النخله كده او جنب النخله حفره بسيطه، لو لقيت فيها يرقات لونها ابيض يبقى بقع بني او حمراء بعرف ان انا كده عندي اول طور في حفار عصب النخيل، ولازم اكلم مختص يكفيه لي باسرع وقت عشان ما يضرش النخله. تاني حاجه اللي هو حفار ساق النخيل. حفار ساق النخيل ده اليرقات بتاعته بتبقى موجوده في النخله من فوق، بعد كده بتبدا تحفر في قلب الساق لحد ما توقع النخله بتاعتها. طبعا انا بعرف ازاي ان كان عندي حفار ساق النخيل ولا ما عنديش. انا بروح ابص على الساق بتاع النخله بتاعتي، لو لقيت فيها خرام مطلعه ماده شمعيه لونها ابيض ملهاش ريحه بعرف ان انا كده عندي حفار ساق النخيل. طب الاصابه تتطور لبعد كده لدرجه ان بيبقى فيه فجوات في قلب الساق بتاع النخله، لدرجه ممكن ان انا ادخل كف ايدي في قلب فجوه من الفجوات دي. بعرف برضك كده ان انا عندي اصابه متقدمه بحفار ساق النخيل، ولازم اكافحه باسرع وقت عشان ما يقضيش على النخله بتاعته ويوقعها من غير سابقه وجود. ثالث حاجه واخر حاجه اللي هي سوسه النخيل. وسوسه النخيل دي تعتبر من اخطر الافات اللي ممكن تصيب المزرعه بتاعتي، ومش بس كده ده تصيب المزرعه بتاعتي والمزارع اللي جنبي كمان. عشان سوسه النخيل بتسافر في مسافه 8 كيلو، يعني انا ممكن يبقى عندي اصابه بسوسه النخيل في المزرعه بتاعتي هنا، بعد 7 كيلو الاقي فيه برضك اصابه بسوسه النخيل. وسوس النخيل دي تعتبر مميته للمزرعه بشكل عام. طب انا بعرف الاصابه ازاي وبعرف ان انا عندي اصابه بسوس النخيل ازاي؟ انت بتروح تبص على الساق بتاع النخله، لو لقيت فيها اخرام متفرقه مطلعه ماده لونها بني داكن كريهه الريحه جدا، بعرف ان انا كده عندي اصابه بسوس النخيل ولازم اكلم مختص ويكافحها لي باسرع وقت. ودي كانت اهم الاصابات الحشريه اللي ممكن تصيب مزرعه النخيل بتاعتك. وخليك عارف اننا نخيل الاصل لكل مصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.